مساء الفل عليكم يا جماعة. جاي أقول لكم كلمتين كده على الماشي. بقى لي يوم ما طلعتش اتكلمت معاكم، بس الصراحة كلمتين. حاجة مضايقاني كده بتحصل، وأنا قبل كده قلت لكم عليها وأنتوا بترجعوا تقعوا في غلطة توقعوا السوق، وبعد كده تبدأوا تخشوا في غلطات تانية توقعوا بيها سوق ناس تانية. يعني انا قلت قبل كده يا جماعه التسعير لازم يكون مظبوط، يا جماعه لازم نقدر سعر خاماتنا، يا جماعه لازم 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 لازم. خلاص. حدش لا حياه لمن تنادي. كل واحد قاعد يبيع حاجات باسعار ما تجيبش حق مجهوده اصلا. بعد كده جت ازمه التضخم، فبقت الدنيا ايه الناس تعمل ايه؟ ما هي بقى معوجين الموديل بتاع شو اسمه بتاع ده بتاع الزباين بتوعهم، ان هم بيعرفوا يفصلوا وبيعرفوا يضغطوا عليهم وبياخدوا منهم برخص التراب. هيبيعوا ازاي؟ فدخلنا في خراب حاجه تانية بقى. ايه هي بقى؟ داخلين بقى كل اللي عنده 3 كيلو و4 كيلو خيط، كل اللي عنده شويه ماتيريال يطلع يقول والله يا جماعه اصل انا بطلت شغل عشان فقرات ظهري، اصل انا بطلت شغل عشان صوابع ايدي، اصل انا اصل السوق كميه طاقه سلبيه بنرميها على بعض. حاجه يعني انا ست مؤدبه ما بحبش اقول الفاظ خارجه. يعني حاجه فظيعه فظيعه فظيعه. ايه يا جماعه؟ ايه يعني انتوا بوظتوا الاول السوق بتاعكم، بعدين دلوقتي داخلين تبوظوا بقى شغل الناس اللي بتبيع ماتريال ليه؟ ما هو لو هو حضرتك مثلا عندك شويه اي ماتريال اصلي، اوكي، وهو عنده منه، هو مش عارف يجيبه الا بالسعر الغالي، وانت عندك هتبيعي اقل من السعر اللي هو هيبيع منه، هتجيب هو ليه بقى؟ وبعدين ايه بقى؟ عدوى، كوفيد، دايريني كانه حد يعرف واحد يعمل حاجه كله يجري وراه في ايه؟ احنا مش قلنا نخرج بره السرب؟ مش قلنا بلاش نقلد بعض؟ ده تقليد غلط، دي حاجه غلط انتوا بتعملوها، بتبوظوا سوق ناس تانية. وفي حاجه تانية مهمه، في جمله كده انا قريتها عدت عليا في كتاب الاب الغني والاب الفقير. قال لك الراجل ده دماغ. قال لك انا ما اجريش ورا ده، ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الفلوس، لا انا اجري ورا ده اللي هو الاسد او الاصول. اللي هي ازاي؟ يعني لو عندي حبه ماتريال، والماتيريال دي هبيعها عشان احولها فلوس، الفلوس دي هتتصرف وما انت فقدتي كل القيمه اللي عندك. لكن لو انت عندك حبه خامات هديتي شويه، بس هديتي شويه، لان ده هينزل تدريجي. اللي بيحصل الجنون اللي بيحصل ده هينزل تدريجي، الدنيا بتتظبط واحده واحده. هيبقى عندك حاجتك اللي تعرفي لسه هتدوريها ولسه هتشتغليها ولسه هتكسبي فيها، والسوق هيهدى والجنان هيقف. في ايه يا جماعه؟ وبعدين سيبك من الخواجه، سيبك من الخواجه. ده ربنا قال ايه؟ سوره لقمان ايه 16، بس عشان انا مش حافظاها بس هقول لكم فحواها. ان لو بذره في صخره في اعلى جبل، خردل حبه خردل في صخره في اعلى جبل، ربنا هيبعت لها رزقها وتنبت وتطلع رزق لناس تانية. ففي ايه بقى؟ في ايه؟ ده كلام ربنا. يعني احنا نبوظ سوقنا ونبوظ سوق الناس اللي شغاله معانا، وبعدين نخش نبوظ سوق الخامات؟ ده انتوا لعبتوا في عدادات الشغلانه. كم داون يا سيدوني، كم داون بصوت اسمه هدرد. ارحمونا بقى. صباحكم زي الفل. انا بس كنت جاي اقول لكم الكلمتين دول واديكم بوش، محدش يبيع خاماته، حافظوا عليها وربنا هيرزقكم فيها والله. بس شويه نهدى شويه، وبلاش نسمع في الجروبات الطاقه السلبيه اللي الناس بتدلقها لبعض.